السلام عليكم. في العصر الأموي دخل أحد أبناء الملوك إلى مكة قاصدا الكعبة، فلما دخل إلى صحن الطواف كان الناس في زحام شديد ولم يفسحوا له مجالا ولم يتركوا له طريقا، فغضب لذلك إذ أنه ولد خليفة وكان يتوقع من الناس أن يفسحوا له الطريق كي يستلم الكعبة، فجلس هو وحاشيته في الحرم ينظرون إلى الناس ويتبادلون أطراف الحديث. فبينهم ذلك إذ دخل عليهم رجل منذ أن رأوه الناس أفسحوا له الطريق وتركوا له مجالا لأن يستلم الكعبة، فغضب لذلك ولد الخليفة وسأل مستصغرا: من هذا؟ وفي سؤاله: كيف يقدم الناس هذا الرجل الذي لا نعرفه علي أنا وأنا ولد الخليفة؟ فأجابه الفرزدق وكان من ضمن حاشيته فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وكان هذا الرجل هو زين العابدين. واستكمل في ذلك الفرزدق يقول: هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان، ولا يعلوهما عدم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. فلما أتم قصيدته غضب لذلك ولد الخليفة أيما غضب، وأمر بحبسه، فحبس بين مكة والمدينة. ولما كان في الحبس كتب يهجو ولد الخليفة فقال: أتحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعين له حولا باد عيوبها. وكان الفرزدق يملك جرأة في هجائه، لأن الفرزدق هو شاعر الخليفة أصلا، وما هذا إلا ولده أو واحد من حاشيته، ولم يدم في الحبس طويلا فقد أمر الخليفة بإخراجه.